رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وننتظر كذلك مشاركاتكم على الهاشتاج وفي حساب ترند السعودية. اليوم ضيفنا في الاستوديو شخصية اشتهرت في يوم وليلة، من قلب الزلفي صور مقطع وصلت أصداه للكويت. أبو مطلق شخصية بسيطة جاينا اليوم خط من الزلفي، خلونا نشوف هالمقطع ولنا عودة. ما في سجاير يوبا. عليكم كلام يا الكويت يضحك، ما ادري من اي قاموس جايبينه. الحليب ابو قوس يسمونه الكورنيش، والبرعث هيوي يوبا هيوي، والانوار الليل طف الليل يوبا طف الليل تشتاشه يوبا تشتاشه. لا ما هي بلوت ما ادري اي لا بلوت. الكورنيشه شكلها طلعت بعد. لا الكورنيشه مشيت انت في السناب وطلع الموضوع مش كورنيشه. الكورنيش الحليب ابو قوس هذا يفهم. اي هو يقول كورنيشه، يقول لك دويع العجمي. والله ابو مطلق بيسوي لهم اعلان بالراحه. والله يعني جالس. طيب مكبوس دجاج. لا الرجال يقول لك الدويع العجمي طبعا ناشط الله يوفقك في السوشيال ميديا، يقول ابي اعزمك وابيك ترد علي بالاكسنت الكويتي، يعني باللهجه الكويتيه. ابي ايش تقول له؟ اقول والله ما في سجاير يوم. لا اهدى من كذا، اهدى من كذا. ابو مطلق انت اليوم طالع في التلفزيون. الله يطول يعني. اي بس ابي مكبوس الضب. مكبوس ضب؟ اي الله السمك من داري. يوسف ابو مطلق اليوم لازم يعطينا نصيحه عن الجقاير. مو هو بلازم انه مو لازم ننصحهم انه الجقاير مضره بالصحه. مضره، هم المكتوب انه مكتوب على بوكس الدخان انه سبب السرطان ويشربونه. طيب ابي الان تشخص لي المقطع اللي قلته. ما في سيناريو جديد على القصه اللي دخل الصيدليه، في سيناريو جديد ابيك الان تمثل لنا. وش يا الغالي؟ السالفه اللي انت اشتهرت فيها، سولف لنا، عطنا السالفه. سالفه الكويتي. هي عطنا السالفه وعطنا السجاير وعطنا المصطلحات اللي عندك ويلا. اقول لكم سالفه الكويتي. اي هاتها. سالفه الكويتي اعيدها من الاول. عطنا خلنا نشوف تفاصيل، يمكن نطلع بسيناريو جديد ولا شيء. لا شو اسمه، طلعت من البيت بعد صلاه العصر. وسبحان الله ارسل لي صيدليه ورا بعيد. وقفت والقى لي الكويتي وهو من الديره معروف هذا. يدخل الصيدليه وادخل انا وراه. طبعا سال الدكتور يقول ما في سجاير يوبا. انا استغربت، سجاير في الصيدليه كم اختنا. سالفه القصص اللي قلتها، سالفتك بالكويت، ليش استلمت الكويتيين؟ لا انا بعلمك السالفه الحين. الناس تقول انت خليت قطر ورحت الكويت. انا تفاجات، طلعت من البيت بجيب علاج للوالده في الصيدليه. ورحت وقفت لا فيها كويتي. انا استغربت، قلت يمكن يبغى له شيء، ويدخل الصيدليه وانا وراه. يسال الدكتور يقول ما في سجاير يوبا. وانا ضحكت، هذا اللي استغربت، جاي يدور سجاير. هذه صيدليه تعالج العالم. فرحت سجلتها في سناب. هذا عقبها تكلمت فيها بعد يوم. توقعت انه يصير لها صدى بهالشكل؟ لا والله ما توقعت لها، والله ما توقعت. طيب سنابك قبل المقطع وبعد المقطع كم الرقم تقريبا؟ 80 قبل المقطع. 80 مش 80 ألف؟ لا عادي. 80 عادي؟ كان 80؟ ما كنت ما ارسل ولا. وبعد المقطع؟ الحين صار العالم واجد. كم تقريبا يعني؟ 200 ايش؟ 1000. تسلفني طيب منهم. ابشر بعزك ولا اخوك. اعطني يعني شيء بسيط. ابشر. يفداك الجوال كله تسلم والله. وسنابه كله. طيب اليوم ابو مطلق يمكن في كثير من النجوم السناب شات او شيء اللي يقدمون مواضيع وكذا، يمكن يقدمون مواضيع هادفه وقصص يمكن تفيد الناس. انت ما شاء الله ضربت بذي، هل حولت فكرتك يعني باتجاه انك تقدم شيء هادف للناس في السناب؟ الله بحاول. وش تقدم طيب الفتره الاخيره؟ حاولت اني اقدم جزء عن الصلاه. تقدم عن الصلاه. كيف؟ مثلنا شيء، طيب عطنا شيء عن الصلاه. في ناس الحين بعضهم ما يصلي الفجر وإحنا ان شاء الله نعلمهم ونفهمهم، وبر الوالدين اهم شيء. طيب ما يجيك جلد؟ لا ما يجيني جلد. الناس طيبين معك في طيبين، في ناس تنتسب ومخليها على جوها. ما ترد عليهم؟ ما ارد عليهم، سحب لهم، خله اللي بابي. طيب استغليت انت ما شاء الله الحين نجم مشهور الحين، ما استغليت ماديا؟ دام عندك 200,000 اكيد اعلان عندك مبلغ قدره. قلت اسبوعين ان شاء الله. ما شاء الله كثرت الفلوس الحين. لا ما اعلنت للحين، ما بديت. تو